السلام عليكم. عارفين الفيديو ده مطلوب مني من قد ايه؟ تقريبا من ساعة ما نزلت حلقة الجبنة القريش، طريقة عمل الجبنة القديمة في البيت من الألف إلى الياء. يلا بينا على الطريقة. أول حاجة هنبتدي نجيب كمية من الملح، كمية كده حلوة، وكمية من الشطة برضو كمية حلوة، هتكفي ان احنا يعني نغلف بيها كويس قوي الجبنة القريش بتاعتنا. زي ما حضرتك شايفة معايا كده، هنجيب بقى قطعة من الجبنة القريش اللي احنا عاملينها في البيت، وهنبتدي ان احنا نغلفها كويس قوي، يعني كأننا كده بنردمها بالخليط ده. وهبتدي ان انا ارصهم في مصفى وهحطهم في البوتاجاز، وطبعا اكون حاطه عليهم كمان كيسه لغايه لما ينشفوا. ممكن بقى ياخدوا يومين 3 على حسب الجو عند حضرتك. المهم في الاخر عندي يبقى الجبنه بتاعتي ناشفه بالمنظر ده، وكمان تكون الميه بتاعتها نزلت كويس قوي. هنبتدي بقى في تحضير المش نفسه، وده عن طريق ان احنا هنجيب كيلو مرته، حضرتك يا اما تكوني شارياه او مثلا مجمعاه على فتره طويله، وبعدين هحط عليهم حوالي 6 معالق كبيره من الملح. هبتدي ان انا افك المرته بتاعتي دي على النار. انا هنا المرته بتاعتي فيها حاجتين: اولا ما فيهاش ملح خالص، عشان كده احنا ضفنا الملح. ثانيا هي لونها غامق. لو حضرتك ما عندكيش نفس الخصائص دي، يبقى هتفضلي تقلبي فيها كويس قوي على النار لغايه لما يوصل للون الغامق ده. هبتدي بقى ان انا احط عليها معلقتين كبار من الشطه ومعلقتين كبار من البابريكا، واقلب كويس قوي. اثناء بقى ما المرته بتاعتي دي بتفك على النار، هبتدي ان انا اسخن الحليب البقري بتاعي اللي بيكون شكله عامل كده، ما تتخضوش من الدسامه، ده مهم جدا لنجاح المش. طبعا الحليب ده مغلي من قبل كده، بس احنا هنا فقط بندفيه عشان خاطر الدسامه دي يعني تفك شويه مني. كمان شرش اللبن اللي طلع من حلقه الجبنه القريش هبتدي برضو ان انا ادفيه، وبرضو ده مغلي من قبل كده. هبتدي بقى ان انا احط بالتبادل حبه من الحليب وحبه من الشرش واقلب كويس قوي. طب انا هنا ليه استخدمت مصفى؟ عشان في الاخر الناتج النهائي بتاعي يكون مش ناعم. تمام. وهبتدي ان انا احول للويسك، لان خلاص القوام هيكون سهل ان انا اقلبه بالويسك. وهحط بالتبادل لغايه امتى؟ لغايه لما احس ان قوام المش بتاعي بقى بالشكل ده كده. هنا خلاص هوقف. هتاخد معاكي حوالي كيلو من الحليب وكيلو من الشرش. في المرحله دي بقى هبتدي ان انا اضيف حوالي نص كوبايه من العسل الاسود او 100 جرام. وطبعا العسل ده هنا فايدته ايه؟ فايدته ان هو هيعزز اللون بتاعي في الاخر في المش بتاعي. وهحط حوالي تمن من قرون الفلفل الاسواني الحار اللي بيكون ناشف بالشكل ده كده، وده هتلاقيه بسهوله عند العطار. وكمان هنحط ورق لورا، طبعا يعني بالبركه كده، مش عدد معين. وده بقى عباره عن ايه؟ ده عباره عن 3 برتقانات كبار بنبتدي ان احنا نبشرهم، وكمان بنحمص البشره ده، لان اي حاجه هنضيفها على الوش ما تنفعش تكون فيها اي رطوبه نهائي. بس طبعا تكوني حريصه عشان خاطر يعني ما يمررش منك ويتحرق. هقلب بقى كل المكونات بتاعتي دي مع بعض، واسيب المش بتاعي حوالي 5 دقايق يغلي على النار، وكده المش بتاعي هيكون جاهز. المش بقى عامل زي الزبادي كده، لما الزبديه عشان خاطر تبقى بادئ لتكوين الزبادي. هنا كمان نفس الفكره، بنجيب قطعه جبنه قديمه من قبل كده وعليها شويه مش، وهبتدي ان انا اقلبهم مع بعض يعني كاني بهرسهم، وبعدين هبتدي ان انا اضيفهم للمش اللي احنا عملناه، فده بيخلي الناتج في النهايه احسن. طب انا بقى يا هدير مغتربه، واصلا يعني الجبنه القديمه دي مش موجوده، في الحاله دي حضرتك ممكن تستغني عن الخطوه دي. هبتدي بقى ان انا اقلبهم كويس قوي، وكده المش بتاعي هيكون تمام. هجيب بقى شاشه قطن تكون معقمه طبعا، وهبتدي ان انا احط فيها معلقتين كبار من عرق الحلاوه، ومعلقه كبيره من الكزبره الناشفه اللي هي بتكون كور صغيره، وهقفل بقى عليهم كويس قوي، اربطهم كده مره واتنين. طيب دي فايدتها ايه؟ دي فايدتها ان هي بتحافظ على المش بتاعي من ان هو يحصل فيه اي مثلا والعياذ بالله بقى سوس دود حاجات الغريبه دي. تمام. وهقفل عليه كويس قوي عشان خاطر ما ينزلش في المش بتاعي. كده خلاص حضرنا كل حاجه. هنبتدي بقى ان احنا نجيب البرطمان بتاعنا اللي احنا غاسلينه من قبل كده ومعقمينه كويس قوي، واحط حوالي نصه من المش اللي احنا جهزناه مع بعض. وبعدين هبتدي ان انا احط الجبنه اللي احنا نشفناها، وطبعا ما ننساش عرق الحلاوه. طبعا هتفضلي تضيفي في الجبنه بتاعتك لغايه لما تخلصي السعه بتاعه البرطمان اللي عند حضرتك. في الاخر برضو بنحط على الوش كده شويه من المش، وهبتدي ان انا اهز البرطمان بتاعي بحيث انه يوصل لكل البرطمان من تحت. واخر حاجه عشان خاطر ما يتكونش اي حاجه على السطح بتاعي، فبحط معلقه كبيره من زيت الزيتون. واخر حاجه بقى
ودي خطوة مهمة جدا ان احنا يعني نغلفه كويس قوي بحيث انه ما يكونش فيه يعني اي احتمالية لدخول الهواء من اي ناحية. فاحنا هنا حطينا طبقتين من الاسترتش وكمان حطينا سولوتيب، وبعدين هنقفل بالغطا بتاع البرطمان كويس قوي. وبحب اكتب التاريخ عشان خاطر حضرتك هتسيبيه على الاقل 3 شهور عشان تحصلي على الجبنة القديمة اللي بالجمال ده. طبعا حطيه في الشمس في يعني على قد ما تقدري في الفترة دي.